سباته كتعرفوا جميعا ان منطقه سباته كانت كتفتقد مثل هاد لي زيكيبمون المتنفسات. اليوم تاع المجلس انه يحل هذه الاشكاليه ديال هذه المعاناه ديال الساكنه. بدينا بعده مشاريع، حلينا جوج ساحات، ساحه الساقيه الحمراء والساحه ديال الانوار، واليوم كنعطيو الانطلاقه ديال الساحه ديال الانتفاضه وهذا المنتزه الجميل. اليوم حنا كنوعدوا الساكنه ديال سباته اننا غنبقاو دائما كما وعدناهم انهم كيستاهلوا محسن. اليوم غادي نعطيهم اكثر احسن من هذا الشيء اللي كتشوفوا اليوم. عندنا عده مشاريع مجاوره لهذا المنتزه اللي غادي تشوف النور ديالها. كاين واحد المشروع عندنا ديال سونتر سبورتيف فيمينين خاص بالنساء، لان النساء تما خصهم يلقاو نفسهم داخل لي سونتر سبورتيف. عندنا دي تيران دو بروكسيميتي، عندنا ان سونتر سبورتيف، عندنا اون سال سينماتوغرافيك لاول خطره في المنطقه بحال منطقه سباته. غادي تعرف واحد لاصال سينماتوغرافيك من اخر طراز اللي غادي تعطي انطلاقه البنيه ديالها مستقبلا. اذا الوعود اللي وعدنا بها حنا كنحاولوا نوفيوها. كيف ما كتشوفوا حلينا العزله على بعض المناطق. كتشوفوا هاد الطرقه اللي كيتحلوا اوتور ديال هاد البارك كانوا كيشكلوا واحد العزله منطقة السامية واحد ومنطقة الهدى ومنطقة البستان. فاليوم الناس كيشوفوا غادي يشوفوا راسهم بأنهم ما بقاوش كيعانيوا من هذه العزلة، وكنتمنى بالله أنه يقدرنا بالفعل كل الوعود اللي وعدنا بها الساكنة، وكنبقاو دائما تحت ورهن الإشارة ديالهم. شكرا. إذا اليوم افتتاح المنتزه ديال سباته، وطبعا هذا الشيء غادي في برنامج عمل جماعة الدار البيضاء هو أننا نفتتحوا منتزه لكل مقاطعة. الحمد لله الأسبوع اللي داز افتتحنا الشهر الخير في الحي المحمدي 6 هكتارات، اليوم سباته 3 هكتارات. هذه واحد الشهر ولا شهرين الهضبة الخضراء في سيدي المؤمن. أكيد حنا في برنامج العمل وضعنا منتزه لكل مقاطعة باش ننفسوا على الساكنة ويكون عندهم متنفس فين يخرجوا الوليدات وفين يلعبوا، مدار للشباب ايضا باش يمارسوا الرياضه، وهذا الشيء كاين مهم. فاليوم جد سعداء اننا كنشوفوا الحمد لله الوليدات غادي يدخلوا المنتزه وغادي يستافدوا. ما كانش عندهم منتزه في سباته، واليوم يعني حرصنا على اننا نخلقوا لهم هذا الفضاء الترفيهي. اكيد اليوم بخلق هذه الفضاءات يعني اولا ترفيه للساكنه، وثانيا حفاظ على البيئه، زياده في مؤشر جد مهم في مدينه الدار البيضاء هو زياده المساحات الخضراء باش يمكن المدينه تكون مدينه غير ملوثه ومدينه كتساير المعايير المتروبوليه ديال جميع الدول. يعني واحد 5 ديال المتر لكل مواطن في المساحات الخضراء خصنا نحترموها، واليوم حنا غاديين فيها ان شاء الله. رياضيا استاذه، رياضيا منطقه سباته تفتقر الملاعب اكيد اليوم سباته الحمد لله راه تحط لها واحد برنامج تنموي جد مهم. المنتزه تفتح موراه ان شاء الله غادي يكون ملاعب لان خصنا له واحد المساحات. كاين مركب ثقافي اللي حتى هو غادي تبنى في سباته، وواحد يعني مركب رياضي اللي حتى هو غادي تخلق اللي غادي يكون فيه ان شاء الله قاعات متعدده التخصصات. هذا الشيء راه ماشي حلم، هذا الشيء حقيقه. واليوم يعني استوفينا المراحل الاوليه ديال الهندسه وديال الدراسه، وان شاء الله عما قريب غادي تشوفوا البني غادي يبدا ان شاء الله. شكرا. في حقيقه كنشكرك على هذا السؤال. هذه ماشي كلمه، هذا رجاء، هذا متنفس لهم ماشي لينا، هذا المتنفس لجميع الساكنه ديال سباته. كنتمناو انهم يساعدونا بالحفاظ عليه، وحنا غنعملوا جميع ما في جهدنا باش نحافظوا عليه ونعملوا على لونتروتيان ديالو. وكذلك كنتمناوهم حتى هما يحملوا معنا نفس الهم ونفس الوعد ديال اننا نحافظوا عليه جميعا. انا ما كنتكلمش على هذا المنتزه الوحيد، كنتكلم على جميع الساحات اللي تحلات، فهي لهم. اذا خصنا يكون على العاتق ديالنا اننا نحافظوا عليها جميعا. امنيا فمن
نكذبش عليك، فالسيد العامل ولا الاخوان ديال السلطه ولا الناس ديال الامن كلهم هازين نفس الهم، وكلهم مجندين انهم يقوموا بالعمل ديالهم ديال الامن داخل المنطقه. حنا بالنسبه لنا غادي نوفروا دي زاجون دو سيكوريتي داخل المنطقه، داخل امن خاص داخل المنتزهات، ماشي من اجل الامن، من اجل الارشاد ومن اجل التوعيه ديال المواطنين، باش تا هما كيف ما قلنا انهم يساهموا بالاداء الواجب ديالهم هو الحفاظ على هاد لي زيكيبمون.